يا ترى مين اللي قتل هيثم؟ وهل فعلا هيثم كان يستاهل القتل بالطريقة دي؟ دكتور هيثم دكتور نفسي مشهور. معظم المرضى اللي بتروح له ستات مستواهم المادي والاجتماعي عالي. اتقتل في عمارة مهجورة جنب الكافيه اللي متعود يشرب فيه قهوته كل يوم الصبح قبل العيادة. وفي التحقيقات المشتبه فيهم كتير. رقم 1 دكتور كريم، زميل هيثم في العيادة وصديقه المقرب، كانوا متربيين سوا تقريبا. هو كمان دكتور شاطر، وحصل خلاف كبير بينه وبين هيثم وهدده فعلا بالقتل. رقم 2 المهندسة ياسمين، كانت مهندسة في شركة جنب الكافيه اللي بيروحوا هيثم، وكانت كمان مريضة عنده في العيادة، فبالتالي بتشوفه وتكلمه كتير. بس ابتدت تتهدد بحاجات ما يعرفهاش غير هيثم كطبيبها النفسي. تالت مشتبه فيها نور، برضه مريضة عند هيثم في العيادة، قابلها جنب الكافيه وهي بتجري وكانت تعبانة صحيا، فنصحها انها تروح لدكتور، وبعدها راحت له العيادة علشان هي مريضة نفسيا. بس للأسف هيثم كان زير نساء، فكان عندها دافع قوي لقتله. رقم 4 سهام، مريضة عند هيثم في العيادة، وما كانش ظاهر عليها أي مرض غير حبها الشديد لهيثم، اللي بسببه حياتها اتقلبت رأسا على عقب. ولأنها حبته جدا وهو كان ندل، كان عندها دافع لقتله. والمشتبه فيه الأخير هو توني، صديق سهام الوحيد، وكان مريض نفسي برضه، بس ما كانش بيتعالج عند هيثم، كان عنده دكتور تاني، بس عشان خاطر سهام ممكن يعمل أي حاجة حتى القتل. 5 مشتبه فيهم، وبيشوف الضباط كم التشابك بين الظروف اللي بتخلي كل واحد فيهم عنده دافع يقتل هيثم، وعلاقة ده بجرايم القتل اللي حصلت من 30 سنة. أحداث مثيرة ومشوقة وغير متوقعة بالمرة. يا ترى مين اللي قتل هيثم؟ وهل كان هيثم فعلا يستاهل القتل بالطريقة دي؟ هنعرف في رواية آخر كوباية قهوة لإنجي هدى. اللي يقرأ الرواية يقول لي رأيه، توقعت القاتل ولا ما توقعتوش؟ واللي ما قراهاش يقراها ما تفوتكش.